سنة 2001 أبل نزلت جهاز الآيبود، ويعني غيرت سوق الموسيقى بالكامل. تماماً. المنافس الأكبر وقتها مايكروسوفت قالت لأ، أنا لازم أدخل اللعبة دي، وبعد حوالي 5 سنين أبحاث وتطوير نزلت جهاز اسمه زون. الزون الجهاز ده تقنياً كان ممتاز ويمكن أحسن من الآيبود في حاجات كتير كمان، بس الغريب إن أبل ما عملتش أي رد فعل. متجاهلتوش يعني؟ لا، تجاهلته تماماً. بدل ما تركز إنها تهزم المنافس ده، كانت بتفكر في حاجة تانية خالص. بعدها بسنة في 2007 أعلنت عن أول آيفون. وهنا اللعبة كلها اتغيرت. بالظبط، مش بس كسبت المنافسة، دي عملياً لغت فكرة مشغلات الموسيقى كلها. والقصة دي بالذات هي المدخل المثالي لموضوعنا النهاردة. اللعبة اللي بتتلعب، العنوان ده لوحده يخلينا نسأل هو إيه أصلاً طبيعة اللعبة اللي بنلعبها، سواء في الشغل، في السياسة، أو حتى في الحياة. النهاردة هنشوف مع بعض فكرة ممكن تغير نظرتنا للمنافسة والنجاح تماماً. تخيلوا الموقف ده. الحرب خلصت، وعقيد أمريكي بيقول لغريمه الفيتنامي الشمالي بمنتهى الثقة: عمركم ما هزمتونا في معركة واحدة. فرد عليه الفيتنامي بالكلمتين دول. رد بارد جدا، تحس إنه مش بس بيتجاهله، لأ، ده بيلغي قيمة كل انتصاراته. والرد ده عبقري لأنه بيفتح الباب على سؤال تاني خالص، سؤال أعمق بكتير. وهو ده السؤال المحوري اللي بيطرحه تشاد بوكل في تقرير لمؤسسة راند، وده جوهر حكايتنا النهاردة. إزاي ممكن قوة عظمى تكسب كل معركة، حرفياً كل معركة، وفي الآخر تخسر الحرب؟ إيه اللي ناقص في المعادلة؟ إيه اللي مش شايفينه بين النصر التكتيكي والنجاح الاستراتيجي؟ الظاهرة دي إننا نكسب المعارك ونخسر الحروب مش حاجة جديدة على فكرة. عشان نفهمها لازم نبص على الصورة الأكبر. المشكلة دي مشكلة استراتيجية بتتكرر بقالها قرون، من أول الحرب الفرنسية البروسية في القرن ال19 ولحد فيتنام وأفغانستان والعراق في عصرنا. السيناريو هو الجيوش بتدخل تحقق انتصارات عسكرية ساحقة ومحدش يقدر ينكرها، لكن الأهداف السياسية الكبيرة اللي دخلوا عشانها بتفضل بعيد، كأن النصر العسكري ده سراب. وده بيخلينا نفكر، يمكن الغلطة مش في طريقة التنفيذ، يمكن الغلطة في طريقة التفكير نفسها، في الخطة من أساسها. طيب، بما إن الغلطة في طريقة التفكير، يبقى لازم نفتح بقى كتالوج التشغيل أو البلاي بوك بتاع الحروب التقليدية. إيه هي الخطة اللي بيمشوا عليها وبتوصلهم لنفس النتيجة الغلط كل مرة؟ الكتالوج ده ليه اسم رسمي، نموذج المراحل المشتركة أو JPC، وفكرته تبان منطقية جدا ومغرية الصراحة. إن الحرب دي عبارة عن خطوات، مراحل ورا بعض، زي ما يكون كتابه بينقلب صفحاته، كل مرحلة ليها أهدافها ومهامها، خطة واضحة ومترتبة. وبصوا كده على الترتيب ده، بنبدأ بالتشكيل والردع، بعدين نخش في الجد بالاستيلاء على المبادرة والهيمنة، وفي الآخر نلم الدنيا بتحقيق الاستقرار وتمكين السلطة المدنية. واضح قوي إنه خط مستقيم من نقطة ألف لنقطة ب، كل حاجة مترتبة وجميلة، تبان خطة مثالية، صح؟ وهنا بقى بتيجي المشكلة كلها، لأن الواقع عمره ما كان خط مستقيم. المنافسين أذكى من كده، وبيعرفوا يلعبوا في المساحات اللي بين المراحل الجامدة دي، والمحللين لاحظوا إن العقلية دي بتعمل سباق للوصول للمرحلة الثالثة، مرحلة الهيمنة. كل التركيز بيبقى على النصر العسكري السريع، على أساس إن الباقي هيجي لوحده، بس الحقيقة إن عمره ما بيجي لوحده. طيب، بما إن الطريقة القديمة دي بتفشل كل مرة، يبقى يمكن لازم نبطل نلعب بنفس القواعد، يمكن لازم نغير اللعبة نفسها. وده اللي هيوصلنا لمفهوم جديد تماماً، مفهوم ممكن يحل اللغز اللي بدأنا بيه. والغريب إن الحل بيجي من حتة بعيدة خالص عن الاستراتيجية العسكرية، بيجي من الفلسفة. في فيلسوف اسمه جيمس كارز، في كتاب صغير بس عميق جدا قدم إطار عمل بسيط لكن عبقري. قال إن في نوعين من الألعاب اللي كلنا بنلعبها في حياتنا، في شغلنا، في الحروب كمان، والفرق بينهم هو ده، بسيط جدا. في ألعاب بنلعبها عشان نكسب، ليها بداية ونهاية واضحة، زي ماتش كورة أو دور شطرنج، في فايز وفي خسران والصفحة بتتقفل، دي اسمها الألعاب المحدودة. وفي نوع تاني خالص من الألعاب الهدف منها مش إن حد يكسب، لا، الهدف إن اللعبة نفسها تفضل مستمر، ودي هي الألعاب اللانهائية. لما نحطهم جنب بعض كده الفرق بيبان قوي. اللعبة المحدودة هدفها الفوز، قواعدها ثابتة، حدودها معروفة، خلصت. أما اللعبة اللانهائية زي السياسة أو البزنس أو حتى التعليم، دي هدفها الاستمرار، القواعد بتاعتها بتتغير طول الوقت، واللاعبين ممكن يدخلوا ويخرجوا. مفيش حاجة اسمها أنا كسبت البزنس، مفيش خط نهاية. الهدف الوحيد هو إنك تفضل في الملعب، تفضل تلعب. كلام جميل، بس إيه معنى الكلام ده على أرض الواقع؟
يعني إيه نلعب بعقلية اللعبة اللانهائية؟ إزاي طريقة التفكير دي بتختلف عن اللي متعودين عليه؟ الجدول ده بيلخص الفروقات العميقة دي. بصوا على المفاجأة مثلا. في العقلية المحدودة المفاجأة دي فشل، كارثة، لازم نتجنبها. لكن في العقلية اللانهائية لا، المفاجأة دي متوقعة، دي فرصة نكتشف حاجة جديدة. أو القوة، اللاعب المحدود شايفها سيطرة على الناس، اللاعب اللانهائي شايفها قوة داخلية تخلي اللعبة تستمر للكل. حتى مفهوم الموت نفسه، في لعبة محدودة هو الهزيمة النهائية، في لعبة لا نهائية ممكن يكون تضحية ضرورية عشان اللعبة نفسها تكمل. والجملة دي من جيمس كارز بتلخص كل حاجة. أن تكون مستعداً ضد المفاجأة هو أن تكون مدرباً. يعني أنت بتتدرب على سيناريوهات حافظها عشان مفيش حاجة تفاجئك. لكن أن تكون مستعداً للمفاجأة هو أن تكون مثقفاً. هنا أنت مش بتستنى سيناريو معين، أنت عندك المرونة الذهنية اللي تخليك تتعامل مع أي مفاجأة لأنك عارف إنها جاية. تمام؟ يبقى لو العقلية نفسها اتغيرت لازم كمان النموذج الاستراتيجي يتغير. ما ينفعش نفضل نستخدم نموذج خطي ومقفول زي اللي شفناه في الأول في لعبة طبيعتها لا نهائية ومتغيرة. محتاجين نموذج تاني خالص، نموذج مرن ودائري بيركز على التعلم والتكيف بشكل مستمر. وفي مثال ممتاز على النموذج ده اسمه دورة ASD. فكرته بسيطة جدا. أول حاجة ACT يعني اتصرف، جرب حاجة صغيرة استكشف بيها الوضع. تاني حاجة sense يعني استشعر، شوف نتيجة تصرفك ده واجمع معلومات. تالت حاجة decide يعني قرر، بناء على اللي شفته قرر خطوتك الجاية. ورابع حاجة ودي الأهم adapt يعني تكيف، غير نفسك وغير خططك. شايفين الدورة دي؟ دي مش خطة من نقطة ألف لنقطة ب وخلاص، دي حلقة بتلف على طول، عملية تعلم وتطور ما بتنتهيش. والجميل في الفكرة دي إنها أكبر بكتير من مجرد استراتيجية عسكرية أو بيزنس. دي طريقة تفكير كاملة، عدسة جديدة نشوف بيها العالم كله. فالخلاصة اللي ممكن نطلع بيها إيه؟ أولاً التركيز لازم يتحول من النصر للصمود للمرونة. ثانياً بدل ما نلعب جوه الحدود نتعلم إزاي نلعب مع الحدود نفسها ونغيرها. والأهم من كل ده إن الهدف الحقيقي هو إن اللعبة تكمل مش إنها تخلص. لازم نتقبل المفاجأة على إنها فرصة للتعلم، ونفرق بين القوة اللي بتسيطر والقوة الحقيقية اللي بتخلي الكل يستمر. الكلام ده ينطبق على أي حاجة بنعملها، لأن دي هي الحقيقة الصادمة. في لعبة لا نهائية مفيش حاجة اسمها فوز، في بس إنك تفضل في الملعب، في استمرارية. فالسؤال اللي التحليل ده بيسيبه لكل واحد فينا هو بعد ما عرفنا الفرق هنختار نلعب أنهي لعبة؟ لعبة ليها خط نهاية واضح ولا لعبة هدفها الوحيد إنها ما تخلصش أبدا؟